السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد وقصة جديدة بعنوان كبرتني بدموعها ونجحت بدعائها. أنا اسمي حمزة، تربيت في وسط الفقر في زنقة ضيقة في غازة. الوالد توفى وأنا باقي صغير، وأمي لالا فاطمة كانت كتخرج تخدم في الموقف، كتغسل كتنقي وحتى الحديد كتجمعو باش تشري لنا الخبز. كل نهار كتجي عيانة ووجهها مقشب من الشمس والبرد، لكن عمرها ما تشكات، وكانت دايما كتقول ماشي مهم نلبس، المهم ولدي يكبر ويقرأ ويفرح. كنت كندرس في الإعدادي، ومع الوقت وليت كنحلم نولي مهندس، ولكن الحالة صعيبة، الفلوس ما كاينينش والمشاكل كتزيد. مرات كنت كنقول واش نحبس القرايه نخدم شي خدمه ونعاون ميمتي، لكن هي كانت دايما كتقويني بكلمه واحده وكتقول لي انا ما بغيتكش تولي بحالي، بغيتك تولي الراجل قد الدنيا. ميمتي ما قراتش، ما كتعرف لا تكتب ولا تقرا، ولكن فوق السجاده كانت كتقرا القرآن وكتدعي ليا من القلب، كتقول يا ربي كبر بيه القلب ويسر ليه الطريق. نهار الباك صليت وبكيت، وميمتي رفعت يديها للسما وقالت يا ربي ما تضيعش دمعي وعرقي عليه. جبت الباك بميزة مزيانة وخديت منحة وقريت في المعهد في مراكش. كل شهر كنصيفط ليها شوية الفلوس، ولكن هي اللي كانت كتغنيني بدعائها. في نهار التخرج طلبوا منا نلبسو اللباس ديال المهندسين. كنت باغي نعتذر، ماشي حيت ما بغيتش، ولكن حيت ميمتي كانت مريضة بزاف وخفت نخليها بوحدها. هي قالت لي سير شرفني وانا نكون كنسمعك من بعيد. فاش طلعت المنصة قلبي وقف وشفتها وسط الناس، جاوبوها في كرسي متحرك ودموعها كيسيلو. مشيت عندها حضنتها قدام الناس كاملين وكل شي صفق ليا. دابا الحمد لله انا خدام في شركة كبيرة وباني دار جديدة، وميمتي ساكنة معايا في بيت عامرة ورد وسكينة. وكل ما كنسمع شي واحد كيهضر على النجاح كنقول النجاح ماشي ديالي، النجاح ديال مرأة أمية ولكن قلبها عالم ودعائها هو السر. العبرة من هاد القصة كاملة راه النجاح ماشي ديال الأذكياء بوحدو، النجاح كيتربى بدعاء الأم والصبر والنية الصافية. وإلا كانت عندك أم كتدعي معاك من القلب راه حتى السما كتحل ليك البيبان. كنتمنى القصة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وما تنساوش إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة وعجبكم لا فيديو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد، ودعمونا بلي لايك. من هنا كنقول لكم مع السلامة، إلى فيديو قادم وقصة جديدة بإذن الله.